احلى قرص دي ولا ايه؟ اكيد احلى قرص، وكمان لما تبقى من ايديكي وتخلي البيت كده كله دفى وكله حب. لما تقومي من النوم وتعملي شوية قرص كده فلاحي، مية مية. بصوا ناجحة مليون في المية. هقولك المقادير بالكوباية وبالجرام، هقولك ازاي تسويهم. تمام. شايفة القرص شكلها عامل ازاي؟ ريحة الخبيث في البيت يا جماعة تجنن. ريحة الخبيث كده بتخلي البيت كله دفى وعندك طاقة إيجابية جامدة جدا. تمام. هنقولك على طريقة القرص الفلاحي بالكوباية بالجرام، وهتطلع معاكي ناجحة مليون في المية. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف المقادير. بسم الله الحي القيوم. أنا هنا معايا كيلو دقيق منخول. تمام، كيلو دقيق منخول بما يعادل 8 كوبايات من مج الشاي العادي. 8 كوبايات من مج الشاي العادي. تمام. تمام. انا هنا بقى جبت ايه؟ جبت كوبايه ميه دافيه، وحطيت عليها معلقه خميره كبيره، معلقه سكر بودره، او حتى ممكن سكر اللي هو السكر العادي الحبيبات. وهنقلب الخميره مع السكر لغايه ما ندوب السكر كده في الميه، وهنغطيهم ونسيبهم على جنب لغايه ما نشوف هنعمل ايه في بقيه المقادير. المقادير التانية هتبقى معايا ايه؟ هي المقادير التانية انا هحط ايه؟ معلقة سكر كبيرة، برضو سكر بودر. ممكن تحطي سكر حبيبات برضو زي ما انت عايزة، المتوفر عندك حطيه. هحط كمان توابل عطرية. عندي هنا عندي شمر وعندي محلب. واحط معلقتين كبار لبن بودرة، معلقتين كبار لبن بودرة. في حالة انك انتي ما عندكيش اللبن البودرة هتحطي كوباية حليب. يعني كوباية حليب، كوباية لبن تعجني باللبن، يعني كوباية واحدة بس. حطيت هنا معلقة صغيرة محلب، ومعلقة صغيرة نسيت اسمه. حطيت معلقتين ونص سمسم شمر. سوري، شمر. حطيت معلقة صغيرة شمر، معلقة صغيرة محلب، معلقتين ونص سمسم، وحطيت كمان معلقة صغيرة بيكنج باودر. تمام. تمام. وزي ما قلتلك البديل للبن البودرة كوباية حليب، كوباية لبن يعني. او لو مش متوفر عندك ده وده ممكن تمشيها كده بقى من غير اي حاجة خالص. بس هقلب بقى كل المكونات دي كلها مع بعضها، اللي هي المواد الجافة كلها مع بعضها. وبعدين كمان ما ننساش يا جماعة رشة الملح. رشة الملح هنا في الوصفة دي هنحطها عادي جدا على الدقيق. تمام، لان احنا مش عايزين نعمل عرق للوصفة دي، فاحنا هنحطها على الدقيق عادي جدا. وهنقلب برضو المكونات مع بعضها، وهنبدأ بقى ايه نحط. انت طبعا لو ما عندكيش الاعشاب العطرية دي انت ممكن تحطي حاجة تانية خالص، ممكن تحطي فانيليا، ممكن تحطي اي حاجة يعني لو متوفرة عندك انت براحتك خالص. انا هنا بقى حطيت المقادير بالظبط. هنا كوباية ونص سمنة. انا متسيحاها بس، يعني يا دوبك سيحتها على النار بس مش مقدوحة. تمام، علشان ما تبقاش تقيلة على المعدة. وكمان كوباية ونص سمنة. دول بما يعادل 350 جرام. تمام. كوباية ونص زبدة او سمنة بما يعادل 350 جرام. تمام كده يا جماعة. بس انا بقى هنا هغلف كل حبيبات الدقيق بالسمنة. هغلف كل حبيبات الدقيق بالسمنة، يعني هبس كده الدقيق بالسمنة الاتنين مع بعض، ولغاية اما كله يتغلف بايه؟ بالسمنة. وبعد كده هقولك احنا هنعمل ايه. تمام. تمام. انا بقى هخلص التغليف كله، وبعد كده هوريهولك بعد ما يتغلف ونبدأ نعجن العجينة بتاعتنا. انا هنا خلصت تغليف كده، بوريكي ان انا لما بضغط عليه بيتكون معايا كده. بصي. وبعد كده بتفركيه عادي جدا. تمام. هو كده الايه القوام المظبوط بتاعنا. هنا بقى جينا للخميره اللي احنا كنا سايبينها مغطينها على جنب، هي فارت اهي. طبعا كده الخميره بتاعتي ناجحه جدا. هنحط بقى مقدار الخميره كله على الدقيق والسمنه. انا هنا استعملت دي كوبايه ميه. انت هتحطي كمان نص كوبايه، هحط كمان نص كوبايه ميه دافيه. بس بعد كده انا احتجت كمان نص كوبايه ميه دافيه، يعني مقدار الميه كلها عندي برضو هيبقى حوالي 350 جرام ميه. تمام. حوالي 350 جرام ميه، يعني حوالي كوبايه ونص برضو.
لا هنا هنا انا حطيت كمان نص كوبايه يا جماعه، يعني هنا اصلا 400 جرام ميه مش 350 جرام، 400 جرام ميه. تمام، 400 جرام ميه، 400 ملي ميه بس كده. وهنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، هنعجنه كويس وبس، وهنغطيه مش هنسيبه يختمر بقى في الاول. بس عبال ما انا اجيب الصاج او الصينيه اللي هخبز فيها يكون ارتاح مثلا حوالي 5 دقايق، ابدا اشكل على طول. هنا هتعملي كوره عاديه خالص زي ما بتعملي كوره لاي حاجه عندك، وهتبداي تحطيه في الصينيه الكوره وتفرديها بالشكل زي ما انت شايفه كده. هتعملي الحجم اللي انت عايزاه، وهتعملي الحجم الكوره اللي انت عايزاها، يعني حجم القرصه زي ما انت عايزه. طيب ان دلوقتي انا بصوا شايفين ان هي رقيقه قوي كده، لا ما تقلقيش خالص، هي كده مش رقيقه زي ما انت شفتي في اول الفيديو هي عليت ازاي. البيكنج باودر مع الخميره هيعلوها، ما تقلقيش. اوعي تعليها عن كده علشان تبقى تخينه قوي، ولما بتبقى تخينه قوي وسميكه بتبقى طعمها مش قد كده والولاد مش هيحبوها. فخليكي زي ما انا عامله كده، السمك ده حلو قوي قوي هيعجبكم ان شاء الله. جربيها وهترمي معاكي كميه كمان كبيره جدا. البيكنج باودر كمان يا جماعه بيدي هشاشه قوي للقرص دي. تمام، فجربي انت بس كده وحطي البيكنج باودر، وحطي كل المقادير زي ما انا قلت لك بالمظبوط، وان شاء الله هتبقى معاكي كويسه جدا. بالنسبه للميه اللي احنا حطيناها، طبعا انت الدقيق عندك ممكن يختلف عن اللي عندي، فانت ممكن تحتاجي ميه اكتر او تحتاجي ميه اقل. فانت هتحطي الميه شويه شويه، هتحطي الميه اللي بالخميره الاول، وبعد كده تبداي تحطي شويه شويه لحد ما تلاقي العجينه كويسه معاكي، ولما بتكوريها مش بتتشقق منك، يبقى كده القوام بتاعك مظبوط. انا هنا بقى جبت طبق عشان اوريكم عليه، انك انت ممكن تجيبي طبق بدل ما تعملي في الصينيه اللي هتعملي عليها، لا هتعملي ولو انت مش عايزه تعملي على ايديكي وحاسه ان ده تعب عليكي يعني، لا انا هجيب العجينه زي ما انت شايفه كده، هكورها بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام، وبعد كده هحط الكوره في الطبق وهفردها بالشكل ده زي ما انت شايفه كده اهو كده بقى بالمنظر ده اهي. بس وهنحطها كده في الصينيه وهنسيبها تختمر تاني، هتقعد حوالي ساعه كمان في الاختمار، وبعد كده هنبدأ نحطها في الفرن. انا هنا هوريكي كمان واحده، وهوريكي كمان ليه مثلا الصينيه بتاعتك فيها يعني مش قادره تحطي فيها قرصه كامله، عايزه مثلا تجزئي القرصه، تعملي مثلا قراقيش تحطيها في الجوانب اللي فاضله في الصينيه علشان الصينيه ما تبقاش فاضيه. فهنعمل قرصه عاديه خالص زي ما احنا ما بنعمل، زي ما انت شايفه كده معايا. وبعد كده هتقطعيها بالسكينة 2 أو 3 حسب القرصة اللي انت عاملاها او حسب الحجم اللي انت عاملاه، وتحطيها في الحتت الفراغات اللي في الصينية الصغيرة اللي مش هتكفي تحطي فيها قرصة. تمام، انا هنا بوريكي ان انت ممكن تعمليها على ايدك برضو عادي، مش عايزة طبق مفيش مشكلة، اعمليها على ايديكي هتتفرد وهتبقى مدورة اهي. بس كده يا بنات. هنا بقى بعد ما سبتها واختمرت ساعة، شايفين هي نفخت ازاي بعد ما كنت سايباها رقيقة، ولسه هتنفخ تاني في الفرن، لما تتحط في الفرن هتنفخ كمان اكتر. هنا هنسوي على درجة حرارة 200. تمام، هنسوي على درجة حرارة 200. لو الفرن بتاعك حامي هتسوي على درجة حرارة 200. طب لو الفرن بتاعك هادي هيبقى هتسوي على درجة حرارة 220. تمام، عندك في الفرن البوتاجاز العادي هتحطي القرص، وبعد كده لما تاخد لون من تحت هتولعي عليها الشوايه شويه وتفضلي واقفه جنبها لحد ما تاخد لون. تمام كده. لكن لو فرن كهرباء هتشغلي فوق وتحت وعلى درجه حراره 200 او 220 حسب درجه حراره حسب الفرن بتاعك، وهتلاقيها استوت وبقت بالشكل اللي قدامك ده. ولو عجبك الفيديو متنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتشيير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الفترة الجاية وصفتنا كلها هتبقى حلوة وجميلة وهتعجبكم بإذن الله، وكل حاجة فيها هتبقى بالكوباية وبالجرام. واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.